أنا جاي النهاردة أحكي لك عن تجربة العلماء قالوا عنها إنها لو اتجربت على الإنسان هتنتهي البشرية بأبشع طريقة ممكن تتخيلها. التجربة دي اسمها الكون 25، واحدة من أكتر التجارب المرعبة في تاريخ العلوم. نظرية كان أساسها تدرس سلوك مستعمرة من الفئران، والنظرية دي كانت محاولة من العلماء لشرح المجتمعات البشرية ودراسة علم النفس. جت فكرة الكون 25 على يد العالم الأمريكي جون كالهون، وقرر يخوض التجربة دي لما جت له فكرة هيحصل إيه لو الإنسان عاش في عالم مثالي فيه كل طلباته مجابة بشكل مستمر وكل حاجاته متوفرة، عالم بيشبه النعيم، بيشبه الجنة. فقرر أنه يصمم عالم مثالي بتعيش فيه مئات الفئران وتتكاثر بشكل طبيعي. سمى العالم ده بجنة الفئران، وهي مساحة مصممة خصيصا لحياة الفئران عشان تحتوي على كل الأكل اللي بيحبوه وبزيادة كمان، وكمان مية متوفرة دايما، ومساحة معيشية كبيرة جدا تقضيهم هم وأولادهم في المستقبل. وحاول يوفر لهم كل وسائل الترفيه علشان يكونوا مبسوطين جدا ويتكاثروا أكتر. في بداية التجربة كالهون وضع 4 أزواج من الفئران، واللي بدأت في التكاثر في وقت قصير جدا، وبالتالي أعدادها زادت بسرعة. ومع ذلك بعد 315 يوم بدأ تكاثرها ينخفض بشكل ملحوظ جدا، وتحديدا لما وصل عدد الفئران إلى 600 فار. ولاحظ أنه تم تشكيل تسلسل هرمي بينهم ومجموعات ذات سلوك مختلف. في مجموعة منهم ظهرت وسماها مجموعة البؤساء. البؤساء بدأوا في مهاجمة كل الفئران الموجودة في المدينة، وده أدى إلى أن الذكور بدأت في الانهيار نفسيا، والنتيجة لكده طبعا الإناث ما قدرتش تحمي نفسها، وهم كمان اكتسبوا سلوك عدواني ناحية صغارهم، وأصبحوا أكتر عزلة وانعدام للمزاج الإنجابي، يعني ما بقوش عندهم ميل جنسي للذكور، وبالتالي بقى في معدل ولادة منخفض. في نفس الوقت زيادة في معدل وفيات القوارض الصغيرة. وبعدين ظهرت فئة جديدة من ذكور الفئران اسمها الفئران الجميلة. دول بقى مش بتوع مشاكل خالص، رفضوا التزاوج أصلا مع الإناث أو أنهم يشاركوا في القتال من أجل مساحتهم في المدينة. كل اللي كانوا بيهتموا بيه إنهم يأكلوا ويناموا. في وقت من الأوقات كانت الذكور الجميلات والإناث المعزولات أصبحوا بيشكلوا غالبية السكان. مع مرور الوقت بلغ معدل وفيات الأحداث 100%، وبلغ الإنجاب 0، وأصبحت مدينة الفئران مهددة بالانقراض. كمان لوحظ شذوذ جنسي بين الفئران، وفي الوقت نفسه زاد أكل لحوم الفئران، طبعا لما الفئران اتعودت تاكل بعضها، رغم ان في أكل كتير جدا في قلب مدينة الفئران. بعد 2 من التجربة اتولد آخر فار في المستعمرة. بحلول عام 1973 تحديدا قتل آخر فأر في الكون 25. وكرر جون كالهون التجربة نفسها علشان يتأكد 25 مرة، ولكن كانت التجربة نفس النتيجة. عايز أقولك إن التجربة دي أصبحت مرجع ودراسة في علم النفس والاجتماع ودراسة السلوك الإنساني.